اللي ورانا يلي نحن بندخل عليها لنحصل على كميه كثير كبيره من الاكسجين، هي بتزيد الحيويه والطاقه بالجسم، بتزيد الكولاجين بالجسم. الكولاجين يلي هو بيساعد على اعاده بناء الخلايا كلها، يلي هو ضد الشيخوخه. ضد الشيخوخه، نعم. كمان وبتزود عدد ونشاط وحيويه الستيم سيلز، بتزود انتاج الطاقه من خلايا الجسم المختلفه، لان انا بدي الخلايا دي مور اوكسجين. قد ايه لازم الانسان يفوت على هالاوضه؟ يعني كم مره تنول زي ما نقول بالشهر؟ هو في كورس لعلاج او كورس علشان نديه للامراض المختلفه اللي احنا بنتعرض لها. لو احنا هنستخدمه لكورونيك فاتيج سيندروم اللي هي متلازمه الاجهاد المزمن، فاحنا بندي 10 جلسات، كل جلسه بتبقى لمده ساعه، 5 ايام في الاسبوع، وفي يومين بنريح فيهم الاكسجين. اوكي. ودغري من اول جلسه بحس بالفرق؟ بتبداي تحسي بالفرق، لكن انت هتحسي بالفرق مع تلقي الاحساس بثلث ساعه تاني كأنه فتح نفسين، مش كأنه قاعد بالجبل. لكن بيقول له الاكسجين تبع الجبل اللي بيفتح الروايه وبيفتح النفس الباقي، وحسيت شوي بدوخه بالاول. شوية الدوخة علشان بتاخد احنا بنحفظها في الغرفة. فتحة النفس اللي انتي خدتي يومش. انت قلت لنا بالبدايه لكنك عايش قاعده بتيار، حسيت حالي غواصه. هي غواصة، احنا بنسهلها بنقول الشعور ان هي في الحقيقة غواصة، لان رفع الضغط يعني انها تنزل نفسها. كانت الاكسبيرينس كثير حلوه بلا بريسيدنت، وان شاء الله بنرجع على ابو ظبي على ياسمين هي التجربه. خليني اعطيكم اختصار مفيد بالنسبه للماشين اللي هي بتغير الدم. لكل شخص عنده دهنيات بالدم او كوليسترول بالدم، بتنظف الدم والبلازما، بتنظفه لترجع تدخله على الجسم بطريقه نظيفه وصحيه. ما بتستعمل هيدي الماشين للاشخاص اللي عندهم كانسر باللوكيميا، في ماشين ثانيه بتختص مع دكتور اختصاصي ثاني. الحلو فيها انه وانس انت عم بتنظف او الشخص اللي عم يستعملها عم بينظف الدم، هذا بيعطي نشاط وحيويه. وهي الماشين تحديدا تشتغل ضد الشيخوخه، لانه بتعطي طاقه كثير كبيره طالما انت او هالشخص يلي عم يستعملها عم بينظف دمه من كل السموم يلي هي بتعطي الارهاق نوعا. فأنا أكيد بدعي كل الناس إنه يستعملوا هالماشين على صحة السلامة. مثل ما فهمت إنه لتاخذ النتيجة الأفضل لازم تستعملها مرتين بالسنة، كل 6 أشهر تقريبا. ولكل التفاصيل الباقية أنا بدعيكم على ياس كلينيك، ولكل الناس اللي بحبوا طبعا حتى المنشن يعرفوا تفاصيل أكثر على ADSCC، وفي اخصائيين رح يساعدوكم بانه يجاوبوكم على اسئلتكم. يعني اليوم انا اذا عملت DNA بقدر اعرف لبعدين in the future انه باي مرض ممكن انا انصاب؟ Yes, sure, yeah. We can check. For example, the risk for Alzheimer in some people it's 10 times more. So we can see what are the genes. انا بحس انه من هلا انا بلشت انسى. بلاش يكون عندي. Yeah, so if you have the gene, for example, for Alzheimer, we give you, for example, CoQ10, omega-3. For example, we try to advise you to change your lifestyle, to start socializing. وشن الأمراض غير الألزهايمر يلي We can check the cancer, cancer, Alzheimer, gut health, stress, sleep issues. So these are the markers that we can check. أنا فيني هلا أعمل DNA، فينا نعملها هلا. Yeah, we can do. Yeah, definitely we can do. Yeah, take your DNA. يلا let's do it. Yeah, sure. بدي اخبركم شغله كثير مهمه لها علاقه بالدي ان اي. هلا انا عم بعمل فحص الدي ان اي، من خلاله بقدر اعرف اذا بالمستقبل او حاليا من هلا للمستقبل اذا ممكن اتعرض لمرض مزمن وهو الكانسر. كان عندي مخاوف كثير كبيره حكيت فيها مع دكتور امير عن انه انا امي توفت بالكانسر وبخاف انه يكون عندي كانسر وانا ما بعرف، او بالمستقبل ممكن انصاب بمرض الكانسر. هيدا التست اللي انا عم بعمله اللي هو من خلال دي ان اي بيقدروا يعرفوا 70 نوع كانسر اذا هو موجود بجسمي، او هالخليه ممكن تكون بلشت توعى بجسمي لحتى انصاب فيها
بالمستقبل لا سمح الله. حبيت احكي لكم عن هذا الموضوع لانه فعلا هو هاجس لكل انسان بخاف انه لانه هيدا المرض اذا بدكم هو هالقد مرض خبيث، تسمى على انه خبيث لانه الانسان ما بيعرف شيء الا لما بينوجع، ولما بينوجع بيكون وصل لمراحل متقدمه.